قتل منهم في يوم أحد 70 رجلا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قمنا كده وشغلنا عود بخور وقلنا نستعيذ من الشيطان ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي الحلوين، يوم جديد ويوم سعيد، ويا رب يوم كله هنا وسرور. ونبتدي مع بعض كده بالبخور في الشقة وفتح الشبابيك وطرد الطاقة السلبية، ويا مرحبا بالطاقة الإيجابية. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة ويومنا كان ماشي ازاي، ونتنشط مع بعض كده. حبيبة قلب اختك ما تنسيش تيجي تتابعي أمنية غزال، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنسيش تحطي اللايك وحطي كومنت جميل كده من ايديك الحلوين محفز، ويا رب دعوة حلوة وليكي بالمثل. دخلنا على المطبخ وطبخنا وعملنا حلويات، وشوفنا كده كان يوم جمعة، يعني العيلة ملمومة، يعني الناس كلها موجودة. بنوتي حبيبتي دخلت حاولت تساعدني، وكمان زي ما انتوا شايفين هي رب يشفيها ويعافيها. اللي ما عندوش بنات ده الله يكون في عونه. كان الاول يقولك ايه، يا مخلفه البنات يا شايله الهم للممات. لا، يا مخلفه البنات يا جايلك الفرح والسعد والهنا والحنيه والقعده اللي مثلا فيها انس وفيها كلام وكده. تدخلي المطبخ تلاقيها واقفه وراكي، تدخلي تنشري تلاقيها في ظهرك. دايما كده بلاقيها مشاركاني في كل حاجه وقاعده معايا في كل حاجه، ويا ماما عايزه اعمل دي، ويا ماما شوف وريني دي، ومدخله نفسها في كل حاجه كده. بجد والله ربنا يبارك فيها ويحفظها. إيه اللي عنده بنت دي حافظ عليها، دي قطعه من الجنه، والله قطعه من الجنه معاهم كلام وخلاص بجد والله. كنت الاول لما عرفت ان انا حامل في بنت، يا على الزعل اللي كان في قلبي. ولان احنا عندنا العيله في دماغهم قوي الحته بتاعه الصبيان والبنات والمش عارف ايه. فانا اصلا صغيره ومتجوزه وانا 19 سنه، مش فاهمه بقى يعني ايه بنت ويعني ايه ولد اصلا. هو ولد يعني العيله بقى هتتبسط مني وخلاص، هو ده اللي انا اعرفه. انما بجد لما جبت بنوتي وديت ايسل، دي البطن التانية او البنوته التانية ليا، فرقت معايا. فرقت في البيت، كان في فرحة، كان البيت ليه طعم مختلف. يعني كان الأول في فرحة بقى وفي سعادة كده ما هياش منطقية بجد والله العظيم. هي أي نعم بيجي عليها أوقات كده وتلاقيها أيقونة حزن، تحس إنها أرملة سوداء قاعدة جنب مني، بس الواحد يعني بيحاول يسيطر على الموقف. انتوا عارفين البنات بيجي عليهم أوقات كده وتلاقيهم قاعدين كانين في جنب وخزان أحزان قاعد، بس نسيطر على الموقف والدنيا بتبقى تمام. اما الصبيان اصلا ما بتشوفيهمش، لا خزان احزان ولا خزان افراح، انت ما بتشوفيهمش ومش موجودين، بيلعبوا في الشارع، في دروس، قاعدين بلاي ستيشن، اي حاجه من الحاجات دي. المهم ان هم مش مشاركين معاكي في البيت، مش حاسه بوجودهم. زي ما احنا شايفين كده، خلصت نشير ودخلت. كانت واقفه معايا في البلكونه، دخلت لي من البلكونه بقى والا ايه تقعد تطبق معايا وتظبط معايا الحته. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه لحد دلوقتي بتتابعوني ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، واعمل كده فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله، وكلها حماسية وكلها طاقة ايجابية. ولسه كمان جاي لي ضيوف في الفيديوهات الجاية، وهنشارككم مع بعض وهنأكلهم ونشربهم وهنعيشهم وهنشوف بقى الدنيا فيها ايه. فيديوهات كلها حماس بجد. فعلشان كده عايزة منك اللايك الحلو، وكمان تخلي القناة الحلوة بتاعتي دي تلف كده على اصحابك كلهم، شاركيها مع اصحابك. لو عجبك فيديو شاركيه مع اصحابك، لو عجبك حاجة طاقة ايجابية مثلا او شجعتك على حاجة، شاركيه لصاحبتك، خليها تقوم تتنشط، خليها تشترك معانا في القناة، خليها تحط لي كومنت حلو يحفزني ان انا اعمل فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله. يلا بقى كده قومي، لو عندك شوية هدوم قومي انشريهم، لو عندك حبة حاجة في المواعين كده ولا حبة مواعين في الحوض كده قومي خلصيهم. علقي على طبيخك، حطي الموبايل جنب منك زي ما انا ما بعمل في كذا يوتيوبر كده بحب ان انا اتفرج عليهم قوي. احط الموبايل جنب مني كده واشتغل بقى الشغلانة بتاعتي ايا كان بقى اللي انا بعمله. إيه، هنضف بقى هكنس همسح، هي بتديني طاقة ايجابية وبفرح جدا ان انا بتفرج معاها واللي هي بتعمله. وانا زي ما انتوا شايفين كده دخلت ان انا اساعد بنوتي بقى. هي مش هتعرف تعمل طبعا الدفايات بتاعه السراير، هي يا دوب على قدها الحاجات اللي هي الايه الصغيره. خلصت معاها زي ما انتوا شايفين، وقمت جايه داخله بقى كده على المواعين. كنت عامله الكيكه اللي انا عملتها لكم في الفيديوهات اللي فاتت، وعايزه اقول لكم كمان الفيديو اللي فات مش واخد حقه خالص، وعايزاكم هحطه لكم اللينك بتاعه
بتاعه في الديسكريبشن تحت، تدخلوا كده تتفرجوا عليه وتقولوا لي رايكم فيه. ده احنا فتحنا كمان فيه هدايا مفاجآت، وفتحنا فيه كمان كرتونة بسكوت العتاولة، وكسبنا فيه مكاسب حلوة كمان. يلا روحوا كده وتشوفوا رأيكم وتقولوا لي على البسكوتات او الحاجات اللي تكسب ان انا اجيبها في الفيديوهات الجاية ونفتحها مع بعض ان شاء الله. زي ما احنا شايفين كده، دخلت قلت ما نستعين بالله كده ونخلص حبة المواعين علشان لما نطبخ ما يبقاش ورانا حاجة، ويبقى الحوض نضيف وعلى قد يدوب المواعين اللي هي بتاعة الغدا ندخل نشطبها وكده يبقى خلصنا. وطبعا لما الحوض يبقى نضيف دي من اسباب السعادة بتبقى عند اي ست، دي معروفة عند اي ست. الحوض نضيف والباسكت بتاعة الغسيل فاضية والهدوم متطبقة، يا سلام والله العظيم. يحط لها كده الدنيا وما فيها قدام الحاجات دي، تقولك الحاجات دي وسيبك من الدنيا وما فيها، يبقى هي كده اصلا عندها الدنيا وما فيها. يوم الجمعة ده بيبقى يوم محبب لقلبي بشكل فظيع، يعني بيبقى الحاج بقى صاحب البيت موجود، وبيبقى بقى حماية وحماتي واللمة بتبقى موجودة، وانا بحب الجو الاسري ده قوي وبحب اللمة قوي. فعلشان كده دخلت قلت اما اخلص بقى اللي ورايا سريع سريع وكمان اعمل لهم حاجات حلوة كده. فقررت ان انا اجيب كيلو من الجلاش السايب، والكيلو جلاش السايب ب30 جنيه، وكمان نص كيلو لبن، ونص كيلو لبن دوت زودته حوالي كوباية مية او كوباية ونص مية. والاول قبل ما اعمل اي حاجة، طبعا المحشي اللي كان يوم الخميس خلص، فقررت ان انا اطبخ رز بشعرية. كان عندي الفراخ وكان عندي الطبيخ او الخضار، كان عندي لوبيا. حاولت ان انا بقى اعمل في السريع كده حبة رز بشعرية. اغسل الرز كويس زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي الحلوين. لو لسه بتتابعوني لحد الوقت ده من الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، وعلشان تشجعيني كمان ان انا اعمل فيديوهات حماسية وفيديوهات احلى واحلى، واشارككم يوميات ان شاء الله. الرز بشعرية من الحاجات المحببة عندنا، يعني جنب اي خضار جنب اي حاجة لازم الرز يكون بشعرية، ما يبقاش رز ابيض كده. فعلشان كده قررت ان انا اعمله جنب الخضار النهارده. هو كده بقى يا جماعه، عندنا يجوا من الصلاه لازم يكون مخلصين الاكل، نحط الاكل بعد الصلاه على طول في اكله اللمه بقى كده، ونكون مخلصين كله في السريع كده. بكده نكون خلصنا الاكل بتاعنا النهارده، وكمان حمرت وادي الخضار والرز بشعريه وكمان الفراخ، وكمان عملت الحلويات زي ما انتوا شايفين كده. بجد كانت ما شاء الله عليها. مثير ان انا اعمل فيديو معاكم الجلاش بكل تكاته وحركاته، وهو بيبقى تحفة. وديت الحاجة المنجزة السريعة بجد، حاجة خطيرة. انصحكم ان انتوا تجربوه، وهقول لكم يعني مفيش اسهل منه. انا هنا بقى كنت بسقيه، وطبعا الشربات بكون عاملاها قبلها بيوم او قبلها ب3-4 ساعات، المهم يبقى بدرجة حرارة المطبخ، ويكون طالع الجلاش سخن. حط ده على ده وكلي احلى جلاش.